السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكاة الفطر، انتبه معايا في الكلام اللي انا هحاول اختصره جدا جدا ده، لانه كلام مهم اوي 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 وبيحصل في رمضان على طول. موضوع زكاة الفطر ده يا جماعة موضوع مهم جدا، لكن قبل ما اقول لك عن زكاة الفطر، لان هذه الايام اصبحت فيها امور عجيبة جدا. ومن العجائب والعجائب جمة، انك بتجد مثلا الناس في اول رمضان يجوا يطلعوا زكاة المال، بيعملوا بها شنط رمضان. يعني بيجيبوا بزكاة المال اللي هي يجب ان هي تخرج مال وتصل الى يد الفقير مال، ويشتروا بها مواد غذائية ويطلعوها للفقراء في اول شهر رمضان، مواد غذائية، مع ان ده مخالف لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب يجوا بقى في زكاة الفطر اللي هي يجب ان هي تطلع طعمة، يطلعوها مال. وبعدين لما تقول لهم ليه بتعملوا كده يا جماعة، يتهمون بالتشدد وضيق الافق وعدم الفهم. طيب خلونا نتناقش نقاش خفيف جدا خالص ونبين بعض الأمور المهمة. نيجي ننظر في القرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، تجد أن الله عز وجل أمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما آية من كتابه. منها قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني إذا كنت بتحب ربنا اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله، ده أجرك، ويغفر لكم ذنوبكم. طيب في غير ما آية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا رب العالمين أمرنا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في زكاة الفطر؟ أمر بإخراجها صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن ابن عباس، عن أبي سعيد الخدري، عن عبد الله بن عمر. أمر بإخراجها طعمة وبين الأصناف. غالب أقوات الناس اللي احنا بناكل منها أكل الحبوب دي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما من حديث العرباض بن السارية الذي رواه الترمذي في سننه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا من بعد. هتجد العالم الفلاني بيقول لك يجوز، والعالم ده يقول لك لا يجوز. العالم ده يقول لك طلعها طعمة، والعالم ده يقول لك ايه؟ لا طلعها ايه؟ طلعها مال. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركنا هكذا، إنما قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا من بعدي. قال بقى نسمع كلام العلماء ونشوف ده بيقول ايه وناخد اللي على مزاجنا، ولا قال ايه؟ قال: فعليكم بسنتي. يبقى أول حاجة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، اللي هو مين؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إلى آخر الحديث. إذا لما نشوف خلاف نرجع على طول لسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين اللي هم الأربعة دول. طب لما رجعنا لسنة النبي في الخلاف في زكاة الفطر، تطلع يا جماعة طعمة ولا تطلع مال؟ لقينا النبي طلعها طعمة وأمر بإخراجها طعمة في غير ما حديث. وأنا عشان أقول لك وأريحك من اللف والدوران، لا يوجد ولا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز إخراج زكاة الفطر مال. نيجي ننظر لسنة أبو بكر، لقينا إيه؟ أبو بكر طلعها طعم، عمر كذلك، عثمان كذلك، علي بن أبي طالب كذلك رضي الله عن أجمعين طلعوها إيه؟ طلعوها طعمة. ولا يوجد ولا أثر عنهم الأربعة إن هم طلعوها أو أجازوها مال. طب ننظر في الصحابة كمان اللي هم بعد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ننظر نجد الصحابة كلك بلا استثناء طلعوا زكاة الفطر طعمة. واضح يا جماعة؟ ولا يوجد ولا دليل صحيح، أقول صحيح، عن الصحابة إن هم طلعوها مال أو أجازوها مال. واضح كده يا جماعة؟ طب نيجي نشوف المذاهب. تجد الإمام مالك قال بوجوب إخراجها طعمة، الإمام الشافعي قال بوجوب إخراجها طعمة، أحمد بن حنبل أمر بإخراجها أيضا طعمة، ووجوب إخراجها طعمة، حتى مذهب الظاهرية بوجوب إخراجها طعمة. طيب مين أجازها مال؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أجاز إخراج زكاة الفطر مال. أنا بنقول إيه؟ أجاز. أي واحد يفهم في مذهب أبو حنيفة أجاز، يعني الأصل عند أبو حنيفة أصلا يا جماعة إن هي تطلع إيه؟
الأصل إنها تطلع طعمة، لكنه أجاز. طب الأفضل إن أرجع للأصل ولا أرجع للجواز؟ المهم إن هو في الآخر إيه؟ أجاز. لكن الأصل إن أرجع للأصل، والأفضل إن أرجع للأصل اللي هو إيه؟ اللي هو طعمة، لأن الأصل عند أبو حنيفة إنها تطلع طعمة. طب أنت تيجي بقى بعد الخلاف الداير والحرب اللي شغالة على الفيسبوك وهنا وهنا على طول في شهر رمضان، طب أنت عايز بعد كلام رب العالمين اللي أمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام اللي أمر ساعة الخلاف إن أرجع لسنته، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الأربعة دول، عايز بعد كده أسمع كلام أبو حنيفة رحمه الله؟ هو أبو حنيفة يوحى إليه؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يوحى إليه. هو أبو حنيفة معصوم من الخطأ؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم الوحيد المعصوم من الخطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين. أنت عايزني بقى أسمع؟ طب ما هو إمامه وإمامه وإمامه وأئمهم الظاهرية. أترك كل هؤلاء كلام رب العالمين والرسول والخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم وكلام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وبعدين عايزنا أخذ برأي أبو حنيفة؟ يعني بالله عليك، هل الحسبة دي الحساب كده ينفع بالحسبة دي؟ وبعدين تقول لي هو يعني أبو حنيفة جاب منين؟ طب ويعني هم دول جابوا منين؟ الرسول جاب من رب العالمين سبحانه وتعالى، والخلفاء الراشدين والصحابة اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والأئمة الأربعة، الأئمة الثلاثة ومعهم الظاهرية، هذا المذهب المعترف به والمعتبر برضو متابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هم جابوا منين برضو؟ ما نفس الكلام. وبعد ذلك بقى انت عايزني برضو اسمع كلام واخد برأي الامام ابو حنيفة اللي بيقول بجواز اخراجها مال، مع ان الاصل في مذهب ابو حنيفة الاصل والافضل انك تطلعها طعم، لكنه يقول بالجواز. عايزني بعد كده اسمع كلام ابو حنيفة؟ يعني بالله عليك بلغة الحسابات اذا جاز التعبير اسمع عنه وابقى انهي مع انهي جانب، هنا ولا هنا؟ احكم انت بقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى انك تنشر هذا المقطع، ولك الأجر والثواب بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.